السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل الطعمية بطريقة ناجحة جدا زي ما بتجيبها من بره واحسن. يعني الفيديو ده مهم جدا، لو انت عايزة تعملي الطعمية من غير ما تبوظ منك ياريت تحضري الفيديو للاخر. اول حاجة نبدأ بسم الله. ده نص كيلو فول انا غسلته من الليل، يعني مليناه من الليل لحد الصبح، يعني لينته 12 ساعة او 10 ساعات او حتى 9 ساعات ينفعوا. المهم تلاقينيه من الليل للصبح. ودي يعني ده كوباية فول، يعني فول صحيح ناشف زي ما هو. اول حاجة دي الخضرة اللي احنا استعملناها، دي 2 بصلة. يعني البصلتين دول يعني ما تاخدهمش لحد كلهم للاخر، يعني نص اطرافهم من تحت الشليل تاخدي بجيهم من فوق. ودي يعني ضمة شبت، يعني مش كتير، يعني ما تكتريش خضر. يعني الشبت ده احنا بناخده الورق وبنسيبه العيدان. وده عود نعناع برضو هتاخدي منها الورق وتسيبوا العود، لان النعناع بيخلي ريحة الطعمية يديكي ريحة حلوة للطعمية. وده الكزبرة، كزبرة خضرا برضو تاخدي الورق وتسيبي العيدان. يعني احنا بناخده الورق، يعني انا باخد الورق والنص الفوقاني كده والعيدان بتتساب. بعد كده قطعتهم. والبصل برضو يعني اطرافهم من تحت كلها، يعني ربع اطرافهم من تحت البصل برضو سبته ما خدتوش. وده النعناع وكده قطعتهم. وبعد كده دي العيدان اللي طلعت. وبعدين آه وبعد كده ده كام فص توم، يعني دول كام فص توم. ودي كوباية الفول الناشف اللي زي ما هو، احنا بنطحنها في المطحنة تحت التوابل، نطحنها ناعم زي الدقيق كده. بصي بقت ناعمة. بعد كده دي تحطيها على الفول وتقلبيها. دي السر اللي هي تنجح لك الطعمية. سر نجاح الطعمية تعملي الخطوة دي. تعملي الخطوة دي الطعمية تنجح معاكي، ما تعمليش الخطوة دي الطعمية هتفك معاكي. فسر نجاح الفول تعملي الخطوة دي. يعني نجاح العجينة قصدي، يعني العجينة تطلع معاكي قوامها تقيل وما تفكش منك وانت بتقلي. تطحني كوباية فول مدشوش، يعني كوباية فول صحيح ناشف زي ما هو، تطحنيه وتحطيه على الفول بعد ما تنقعيه ولين. ودول الثوم والخضرة حطيناها. بعد كده نبدأ نطحنهم كده على مرتين، يعني نطحنهم في الكب على مرتين عشان هما نص كيلو فول بس. وبعد كده دي نص كوباية مية، يعني نص كيلو الفول ياخد نص كوباية مية، نحط ربعها على اول حطة والربع التاني نحط على تاني حطة. يعني نص كيلو الفول ياخد نص كوباية مية مهمة تحطيها معاهم. بص العجينة زي بتاعت بره بالظبط، يعني مستحيل تفك منك وانت بتجليها، هتبقى معاكي خطيرة وحلوة على الاخر. لو انت عايزة لونها افتح من كده قللي الخضرة بس. بعد كده هنا الزيت، يعني هنا انا النكهة الزيت ماشي. الزيت نعمله اقلوا بطاطس الاول، يعني اقلوا شوية مقالي، يعني اقلوا بطاطس باذنجان فلفل، يعني تنكهي الزيت. لو انت مش عايزة تنكهي الزيت خلاص ما تحطيش، يعني ما تعمليش خطوتي الا ونعمليها بعدين. يعني كده كده هنقلي برضه، احنا بنعملوها في الاول. بعد كده نقلي باذنجان ده، يعني نقلي الاول. هنا في معلومة، يعني الباذنجان مثلا انت عايزة الباذنجان ما شربش زيت معاكي، يعني شوفي البطاطس، يعني البطاطس لما تقطعيها بالقطعة اللي هي تحت المخللات دي بص تطلع ناشفة معاكي. يعني لما تيجي تقطعيها كده وتقليها تطلع ناشفة معاكي لما تعمليها بالطريقة دي. هنا الباذنجان لما انت تيجي تقليه مثلا تعمليه شرايح، يعني مش سميكة قوي، هتكون خفيفة كده، يعني تكون رقيقة يعني. وتقليها في زيت يعني سخن وزيت يعني كتير، خلي ما يشربش معاك الزيوت كتير. يعني احنا نحط بصلة وفلفل. فانت لما تقلي الباذنجان في زيت كتير وسخن وتعمليها رقيقة فما بيشربش معاك زيت كتير. هنا معلقتين كبار كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة برضو كمون حسب. يعني احنا طحناهم طحن خشن مش ناعم، تطحنيهم طحن خشن نص طحنة يعني. بعد كده دي العجينة، يعني انا مثلا خدت العجينة اللي انا خدتها
يعني هحط عليها ربع، يعني نص معلقة ملح صغير، نص معلقة ملح على ايه، يعني اعتبري كده قد العجينة اللي انت بتشتريها ب5 جنيه. يعني شوف العجينة اللي انت بتشتريها من الراجل ب5 جنيه، يعني تحطي لها نص معلقة ملح، وتحطي لها طرف المعلقة كربونات. كربونات ما تكترش، لو انت كترت الكربونات العجينة هتفك منك، يعني هتفنش منك كده، هي مش هتفك، هتفنش كده وتروح تشرب زيت. فالكربونات هنا يعني لازم، يعني الكد اللي انت بتشتريهم 5 جنيه كده حطي لهم طرف المعلقة، حطي لهم طرف المعلقة وبس. وبعد كده تفضلي آه تعمليهم بالمعلقة شوية كده، دقيقتين 3 هتلاقيها رفعت معاكي. هي العجينة اللي رفعت معاكي كده وبقي قوامها كده زي بتاعت بره بالظبط، عشان المية اللي احنا حطيناها، وعشان المكون الاساسي اللي هو الفول المدشوش اللي احنا طحناه في المطحنة. ودي النار، يعني ما تيجي تسوي على العين اللي هي مش صغيرة ومش كبيرة، العين متوسطة، يعني تحط فيها على العين المتوسطة وتعلي النار. يعني ما ينفعش تحطي على العين الصغيرة خالص، ما ينفعش تحطي على العين الكبيرة خالص، هتاخد منك لون بسرعة ومش هتستوي من جوه. حطي على العين المتوسطة ونخلي النار عالية. وهنا انا ما حطيتش توابل جوه الطعمية، انا حطيتش غير الكربونات وحطيت البيكنج باودر. فانا التوابل اللي عملتها دي بحطها، يعني ببصمها بيها من بره، ممكن احط عليهم شمر وممكن احط عليهم سمسم، انا كانش عندي وما حطيتش. ولو انت عايزه تحطي جواهم التوابل ماشي، حطي ربع معلقه صغيره. فانا قصدي ان انا حطيت من بره، بلاش احط من جوه، ما تجاش من جوه من بره، انت هتحطيش من بره حطي من جوه بس. فهتطلع معاكي النتيجه ايه، ممتازه. لو انت عايزه لونها يعني افتح من كده، يعني خلاص قللي الخضره، قللي شويه من الكزبره، قللي شويه من البقدونس. لكن عود النعناع لا، عود النعناع بيخلي ريحتها حلوه. يعني انت كل ما تقللي، لو انت عايزاها فاتحه كل ما تقللي الخضره هتبقى فاتحه معاكي، يعني ما تكتريش خضره. هنا الزيت تنضفيه مثلا، لا عشان مكان التوابل اللي احنا حطيناها دي تنزل، او السمسم اللي هتحطيها ينزل، تنضفي الزيت كده بس. ودي طريقة يعني بعد ما خلصنا، يعني فيديو ممتاز جدا والله العظيم. يعني الطريقة اللي عملتيها، لو انت مثلا عايزة تحطي بيكنج باودر مكان البيكنج صودا، خلاص حطي ربع معلقة بيكنج باودر وما تحطيش الكربونات. والطريقة تطلع طعمها ناجحة معاكي وممتازة. وزي ما قلتلك اللون، لو انت عايزاها